طلعنا من رمضان وطبعا كلنا الكحك والقريبه والرنجه وانتخنا على الاخر، وروتين العباده بتاع رمضان كله باظ. لكن في الحقيقه في 5 حاجات في رمضان كنت بتعملهم تقدر تعملهم بعد رمضان عادي جدا، واخر واحده فيهم هتخلي صحتك زي البوم. ولو كملت الفيديو الاخر هديك رقم 6 هديه من عندي. رقم 1، خدتش بالك قد ايه انت بطل وقدرت تسيطر على نفسك وتستغنى عن التلفزيون والموبايل ساعات كتير جدا خلال يومك؟ فانت تقدر تكمل بعد رمضان. احفظ وقتك. وقتك ده رصيدك في بنك عمرك، بلاش تصرفه على الفاضي وعلى المليان في فيديوهات ملهاش لازمة تضيع وقتك وتضيع دينك. وفر وقتك شوية، خليه لحياتك الحقيقية اللي هتنفعك في الدنيا وفي الآخرة. تاني حاجة، VIP الحسنات. صلاة الجماعة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليه أحاديث كتيرة جدا بتوضح أهمية صلاة الجماعة ودرجاتها وحسناتها وإزاي بتنفع المؤمن في الدنيا وفي الآخرة. ولو أنت ما بتصليش وعاوز تصلي وبتلتزم في الصلاة وإزاي يتغفر لك اللي فات، هسيب لك الفيديو في التعليقات. خلينا ابسطها لك، انت اصلا لو بتصليش اعتبر نفسك في بدروم مضلم تحت الارض ب3 ادوار. صلاتك لوحدك بتطلعك فوق السطح العماري. صلاتك مع جماعه بقى بتخليك فوق برج الخليفه. خدت بالك من الفروقات فين؟ مرارا وتكرارا الصلاه هي عماد الدين، احرص عليها في وقتها، والافضل في جماعه. لو التزمت على الموضوع دوت يومك هيروح في حته تانية. الصلاه هي زكاه الوقت. متخيل بركه وقتك تبقى عامله ازاي؟ ربنا هيبارك في وقتك ازاي؟ تالت حاجة، كلنا بنبقى فرحانين بصلاة التراويح بعد العشاء في رمضان وكلنا بنحرص عليها. صلاة القيام أو قيام الليل. قيام الليل لو ما تعرفش كانت هتبقى فرض على المسلمين، ولكن ربنا حب يخفف علينا عبادة الأنبياء والصالحين. يكفي إن ربنا عز وجل ذكرها في كذا موضع في القرآن الكريم صراحة، بجانب طبعا أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والموضوع سهل والله وبسيط. بعد صلاة العشاء لحد ما تنام صلي ركعتين أول اللي تقدر عليه ب5 آيات 10 آيات اللي تجود بيه نفسك، وبعد ما تخلص ابقى صلي الشفع والوتر. كده كتبت عند ربنا من القائمين. وطبعا ممكن تنام وتصحى قبل الفجر مثلا بربع ساعة ب10 دقايق وتصلي، دي اسمها صلاة التهجد. اقسم بالله انت الكسبان. وانا عاوزك انت تخش بنفسك وتدور وتعرف ايه قيمة قيام الليل والتهجد. شوف انت فايتك قد ايه. رابع حاجة، بلاش المصحف يرجع تاني الرف يلم تراب. حرفيا القرآن ده هو باقة البركة في حياتك كلها، مش البركة بس، الرحمة كمان. زي ما اتجدعنت وختمت ختمة واتنين وتلاتة في رمضان، خلي ليك ورد يومي كل يوم، وامشي في ختمة حتى لو هتختمها بعد مدة طويلة. وخلي بالك انت ممكن تعمل كده مع قيام الليل. ال5 آيات أو ال10 آيات اللي هتقرا بيهم في قيام الليل أو التهجد اعتبرهم من ضمن الختم، ويبقى كده ضربت عصفورين بحجر. قيمة الليل أو تهجدت وقريت القرآن كل يوم. خامس حاجة، الديتوكس الرباني. الصيام يا جماعة، الصيام مش في رمضان بس، الصيام طول السنة والله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا، بتحافظ على صحتك وبتاخد حسنات. انت صمت شهر كامل فقادر تصوم يوم واحد في الاسبوع او يومين، بس لو زودت عليهم بقى ال3 ايام القمرية في الشهر، الصحة تمام، حسنات زيادة. ولو انت وصلت معايا في الفيديو لحد هنا فانت حبيبي واخويا في الله وراجل كفاءة. خد بقى رقم 6 بونص من عندي، حاجتين كده يكملوا النقط اللي قلناها فوق وتبقى راجل كفاءة ومية. احنا طول رمضان كان في زرار اخلاق كده بندوس عليه ونقول اللهم اني صايم، غير الصدقة اللي كنت بتدفعها كل يوم. ما بيفصلوش بعد العيد والله، مكملين معانا. خلي اخلاقك الحلوة مكملة معاك بعد رمضان. الكلمة الطيبة صدقة، وحاول تبعد عن الناس اللي تستفزك. ويا عم لو استفزوك حاول تجزم غيظك وتبعد عنهم، انت اللي هتاخد حسنات. اما الصدقة دي باب مفتوح بينك وبين ربنا. الصدقة بتطفئ غضب الرب. حرفيا الصدقة بتشيل عنك بلاوي، فما توقفهاش بعد رمضان. ما نقص مال عبد من صدقة، وبأقل القليل ان شاء الله بإزازة مية هتديها لواحد ماشي في الشارع في الحر. صدقني الحاجات دي كلها اللي بتحل دنيتك قبل آخرتك. أخيرا ربنا عز وجل لما اتكلمنا عن التقوى قال اتقوا الله ما استطعتم. فرب رمضان هو رب طول السنة، بابه مفتوح ليك في أي وقت. اطلع من رمضان كسبان عادات وعبادات تجيب حسنات. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ربنا يتقبل منا رمضان ويجعلنا من المقبولين في ليلة القدر بإذن الله تعالى، ويبلغنا رمضان أعوام عديدة وإحنا في كل خير وفي صحة وسلامة يا رب إن شاء الله. ما توقفش الفيديو عندك عشان الكل يستفاد. الدال على الخير كفاعله. كنت معكم مصطفى سعد، والسلام عليكم.